السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم. مواجهات قوية جدا في اليورو في الربع النهائي، ويعتبر من أقوى المواجهات اسبانيا وألمانيا والبرتغال وفرنسا. لكن احنا هنتكلم النهارده المواجهات كلها اسبانيا والمانيا والبرتغال وفرنسا وهولندا وتركيا وانجلترا وسويسرا. لكن الاحصائيات بتقول ان اقوى فريقين حتى من عدد الاهداف هي اسبانيا والمانيا. اسبانيا جايبه 9 اهداف والمانيا جايبه 10 اهداف. المواجهات بينهم هتبقى قويه جدا، لدرجه ان هم حتى من اكتر الفرق اللي لعب اكتر المنتخبات اللي لعبت بعض في البطولات الكبرى زي اليورو زي كاس العالم. لعبوا بعض 19 مباراه. 19 مباراه دولت 14 مباراه منهم في كاس العالم و5 في اليورو. لكن في المواجهات في اليورو كانت اسبانيا لها اليد العليا. فهل السنه دي في اليورو 2024 على ارض المانيا هتكون فعلا اسبانيا وهي تستحق عن جداره ان هي توصل ربع النهائي؟ توصل يعني انا شايف ان اسبانيا كفريق متكامل عن المانيا. لكن هل الارض والجمهور هيكون عون كبير للالمان ان هم يفوزوا على اسبانيا؟ وبرضك مع العلم ان مفيش صاحب ارض طلع من ربع النهائي. مفيش صاحب ارض طلع من ربع النهائي. فديت انا شايف ان دي هتبقى من اقوى المباريات في الربع النهائي، بل هي اقوى مباراه فعلا، بدليل ان هم الفرقتين دولت من اكتر الفرق اللي جابت اهداف في البطوله لحد الان. لكن ان احنا بنتكلم ان احنا قلنا في قبل كده في فيديو برضك تبع اليورو ان مواجهات 5 فرق، وكانت برضك ان بلجيكا هتطلع، وبلجيكا طلعت من فرنسا. تمام، ان بلجيكا طلعت من فرنسا. وقلنا ان خط المانيا واسبانيا وفرنسا والبرتغال وبلجيكا خط قوي جدا. وقلنا برضك على الخط التاني برضك ان هولندا وانجلترا هتوصل لنص النهائي. وفعلا يعني هولندا هتلاعب تركيا، وهولندا من الفرق المرشحة جدا لتوصل للنهائي. لكن هولندا هتلاعب انجلترا، هولندا هتلاعب تركيا، اسف، وانجلترا هتلاعب سويسرا. فالمعدل الطريق للفرقتين دولت لنص النهائي هو سهل. لكن نيجي للخط الثاني، انت شايف 5 فرق بتاكل في بعضها، طلعت منهم فرقه، فاضل 4، والاربعه يعني يعتبر من ضمنهم هم اقوى الفرق. بتتكلم على مين؟ بتتكلم على فرنسا والبرتغال، وبتتكلم على المانيا واسبانيا. من ضمنهم الفرقتين دولت هيلعبوا بعض. يعني هتبقى، انا شايف ان دي هتبقى من اقوى المواجهات، ويعتبر نهائي هو اسبانيا والمانيا. فاتمنى تكون مباراه يوم الجمعه تكون مباراه قويه جدا جدا. ان مباراتهم بينهم وبين بعض، يعني احنا لو بنتكلم مثلا عن المانيا واسبانيا في المواجهات بينهم وبين بعض، لعبوا 26 مباراه. كانت الالمان لهم فوز 9 واسبانيا 8. التعادل بينهم كان 9. عدد الاهداف حتى ذات نفسه بسيط، 31 32. فالمواجهات بينهم يعني انا شايف ان هي مش ضعيفه، هي قويه جدا، قويه جدا، لدرجه ان انت ممكن تشوف مباراه ما تخلصش بالاهداف، ممكن تخلص بضربات الجزاء. وده اللي انا متوقعه، يعني المباراه المانيا واسبانيا انها تخلص بضربات الجزاء او ضربات الحظ زي ما بيقولوا يعني. فنتمنى انها تكون مباراه قويه جدا، ونشوف فيها متعه كرويه زي ما بيقولوا. اتمنى ان احنا نشوف متعه كرويه في مباراه اسبانيا والمانيا، وتكون حاجه كده زي ما بيقولوا
إثارة كروية.